دكتورة عراقية تمزق الأطروحة والشهادة، ليش؟ شنو السبب؟ تعال اسمع وشوف ايش جاي يصير بينا. يا ناس يا اسلام كافي، هاي شهادة الدكتوراه معدلها واحد وفلاني والخطية مرقاكم اياها. هاي شهادة الدكتوراه معدلها واحد وفلاني مثلا مقبلي، وهاي الماجستير 2019. لا انا بدخلتها هاي الماجستير 2019. انا ما اريد شهادتي ما اعترف بيها كوني عراقية. لا كوني عراقية سمايك كوني عراقية، انا ما لي حق بهذا البلد انه انا اخذ نصيبي من عنده. انا ما جايتكم من بلد ثاني. هنا بطيش الاطروحة، ان الاطروحة لا ان الاطروحة والله العظيم ظلمتونا. حسبي الله عليكم. كلهم واقف هنا هسه، كم واحد جاي من محافظات بعيدة. هاي الاطروحة هم ما اريدها، خلي يشوفوا العالم كله. انا لو جايتكم من بلد ثاني، من لبنان، من سوريا، من ايران، كنتوا احتضنتوني، بس انا عراقية. ليش هيك دمرتونا؟ انا متى جا وصلت لهاي المرحلة؟ مو بس انا، الكل. احنا تعبنا، احنا ملينا. هاي الماجستير وهاي الدكتوراه راحت هذول من بسه، والخطية برجالكم. وحسبي الله ونعم الوكيل عليكم. حسبي الله. كل هذا هسه منتظرة منها بنتها زوجها تعين. ليش هيك؟ خافوا الله، اتبعوا الله، احنا تعبنا. يعني هسه طبعا هاي حالة من حالات أصحاب الشهادات العليا والأوائل اللي ما تم توزيعهم واللي جاي يظاهرون بشكل أسبوعي أمام مجلس الخدمة الاتحادي.